تخيل معايا ان في السوق مخلوق لي ما بيتشافش بسهولة، بيظهر في لحظة وبيختفي في لحظة، والمخلوق ده اسمه الخفاش. النهارده هنتكلم عن واحد من أقوى نماذج الهارمونيك وهو نموذج الخفاش. لو عرفت تفهمه وتطبقه صح هتلاقي إن السوق بيكشف لك أسراره قبل ما غيرك يشوفها. فخلينا نبدأ شرح النموذج ده ببساطة. أول حاجة، نموذج الخفاش ده أحد نماذج الهارمونيك واللي اكتشفه سكوت كارني. بيشتغل بدقة عالية جدا على مستويات الفيبوناتشي، واللي من خلالها بتقدر تحدد منطقة البوتنشال ريفرسال زون أو منطقة الانعكاس المحتمل. والشكل ده بيتكون من 4 أضلاع، هما الإكس إيه والإي بي والبي سي والسي دي. فتعال نشوف مستويات تصحيح نقطة البي. نقطة البي عندنا لازم تكون عند مستوى ال50. طب لو كانت عند 61 مش هيبقى نموذج الخفاش، ده هيبقى نموذج الجارتري. طب لو كانت عند 78 ده هيبقى نموذج الباترفلاي اللي شرحناهم في الفيديوهات السابقة. فلازم يكون عند مستوى ال50 وما يتجاوز مستوى ال50 بأي شكل من الأشكال. فادي عندي هنا الإكس إيه وتصحيح البي عند مستوى ال50. طيب دلوقتي عايز أجيب تصحيح السي، والسي عندي هنا بتتكون من تصحيحين، هما ال61.8 وهو التصحيح الذهبي او ال78.6. وانا دايما كمجتهد بحب ان اشكالي يكون فيها نسبة تصحيح الذهبية، يعني دايما بشوف تصحيح الضلع المظبوط واحاول الاقي معاه نسبة تصحيح ذهبية. فانا هنا هعتمد على نسبة ال61.8، بس لو كانت ال78.6 فيعتبر نموذج صحيح. ودي مستويات التصحيح اللي لقيت عندها ان الشكل بيحقق اكبر قدر من الربح للشكل. فخلاص جبنا مستوى البي، تعال نجيب مستوى السي. تصحيح السي من عند الاي بي بيكون عند مستوى ال61 او ال78. هنا صحح عند مستويات ال61.8، وكده جبنا نقطة السي. طب نقطة الدي واللي تعتبر أهم نقطة تصحيح للشكل، وهي بيبقى عندها مناطق الانعكاس المحتملة، بتكون عند مستوى ال 88.6 من الإكس إيه. فهرسم من الإكس إيه عشان أجيب مستوى ال 88. طبعا هنا مستوى ال 88.6 مش موجود في الإعدادات الرئيسية للفيبوناتشي، فهنضيفه. تعال نشوف هنضيفه إزاي. هنقف على الفيبوناتشي ونجيب البروبرتيز ونجيب الليفلز، هنعمل اد 88.6 وهنا 88.6، وبكده اتضاف معايا المستوى ال 88.6، وادي اكتمال نقطة الدي، ودي تعتبر منطقة الانعكاس المحتملة للشكل. خلاص الشكل عندي اتكون. تعال نجيب اهدافه زي ما احنا عارفين في كل نماذج الهارمونيك بنحدد الفيبوناتشي من السي للجي عشان نجيب اهدافه. اول هدف معايا بيبقى مستوى 23.6، تاني هدف بيبقى ال 38، واحنا ماشيين على مستويات فيبوناتشي بالترتيب. وطبعا اول ما يحقق ال 38 بنحط وقف الخسارة على منطقة الدخول وبنكمل مع الشكل. طيب الستوب بتاع الشكل بيبقى فين؟ تحت مستوى الاكس، يعني ده هيبقى الستوب لوس بتاعي، ودي الاهداف بتاعي. تعالوا نحددها باللون الاخضر. هاجي مستوى ال 23 خليه هنا باللون الاخضر، تاني هدف 38، تالت هدف ال50 وهكذا. ولو جينا قسنا المسافة ما بين الستوب كانت كام بيب؟ كانت حوالي 20 بيب. طيب أول هدف 10 بيب، تاني هدف يعتبر 20 بيب، فيعتبر 1 ل1. الشكل ده بالنسبة لي مقبول إن أنا أخده للهدف التاني. وأول ما يوصل لمستوى ال20 بيب هحط الستوب لوس بتاعي عند منطقة الدخول وهكمل مع الشكل بتاعي. وده كان شرح بسيط لنموذج البيع للشراء. تعال نشوف مع بعض النموذج البيعي. نموذج الخفاش البيعي لازم برضو البي تكون عند مستويات تصحيح ال50 من الاكس اي، وزي ما قلنا ما ينفعش تبقى ال61 او ما ينفعش تكون مستويات ال78 دي، لان ده هيودينا لاشكال تانية من اشكال الهارمونيك. فلازم يكون عندي تصحيح مستوى البي عند مستوى ال50، وهنا البي صحح عند مستوى ال50. طب عايزين نجيب نقطة السي. سي احنا قلنا عند مستويين، هو ال 61.8 او 78.6، وهنا صحح الشكل عند مستوى ال 61.8. طب عايز اجيب اهم نقطة وهي نقطة الانعكاس المحتملة للشكل. ارسم من الاكس اي عند منطقة ال 88.6، ودي احنا شوفنا هنضيفها ازاي على مستويات الفيبوناتشي. فكده الشكل بتاعي كما. تعال نجيب اهدافه والستوب لوس بتاعه. طبعا احنا اتفقنا ان الستوب لوس بتاعه هيبقى فوق مستوى الاكس. طيب والاهداف هنرسم من السي للدي، واول هدف عندي مستويات ال 23 وال 38، وهنمشي مع مستويات فيبوناتشي بالترتيب. واول ما يوصل عند مستوى ال 38 هحرك الستوب لوس بتاعي عند منطقة الدخول للشكل. وده كان شرح بسيط جدا لشكل البات البيعي. وبكده نكون شرحنا نموذج الخفاش من البداية للنهاية، التكوين والشروط وطريقة التداول
الجداول عليك. النموذج ده فعلا من اقوى الادوات اللي ممكن تعتمد عليها في التحليل الفني، بس اهم حاجه زي ما بقول لك دايما الالتزام بالخطه اهم من شكل النموذج نفسه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك باقي الكورس، واشوفكم في الفيديو الجديد مع نموذج جديد من عالم الهارموني.